ان المداح طلع بجد بالظبط زي ما بقولك. المداح طلع شخص حقيقي، والشخص ده كان اصله ساحر، او مش اصله، ده كان ابوه ساحر، وابوه لما مات سلمه الراية زي ما شفنا في الجزء الاول بالظبط. وتقديم حمادة هلال للشخصية جه ازاي، ده بالظبط اللي مر مع الشخص ده او الساحر ده او المداح الحقيقي اللي احنا هنتكلم عنه. والكلام يا صديقي او المداح الحقيقي عن شيخ اسمه الشيخ داود محمد فرحات. والشيخ ده يا صديقي بالظبط نفس اللي حصل في الجزء الاول من مسلسل المداح هو بالظبط اللي حصل مع الشيخ ده. فعلا والده كان ساحر، ولكن تاب في الايام الاخيرة واستمد السحر والدجل والشعوذة من ابوه، ومشي في سكة الجن والعالم الموازي، وفضل تابع جدا ليهم لدرجة ان هو وصل لمكانة كبيرة جدا في النقطة دي. ولكن في يوم من الايام يا صديقي حلم ان هو مات. بالظبط حلم ان هو مات، ولقى ان الناس في الشارع فرحانة فيه جدا وبيقولوا احنا اتخلصنا من شره، ولقى ان هو فعلا كان مسبب ضرر وألم وحاجة بشعة جدا للناس كلها. ده اللي خلاه يقوم من النوم يا صديقي مفزوع، وقرر ان هو يتوب ويستعمل كل حاجة هو عارفها في سبيل الخير. وده بالظبط اللي حصل مع الشيخ ده. ولكن زي ما شفنا في الجزء الثالث بتاع مسلسل المداح، الجن حاول يسحبه مرة تانية وما كانوش راضيين يفرطوا فيه بسهولة، وهددوه ان هم هيقتلوا ابنه وهيقتلوا مراته وهيعملوا وهيسووا. ولكن هو فضل متمسك بربنا وعنده يقين تام ان ربنا هيخرجه من كل المحنة دي. وده بالظبط اللي شفناه في مسلسل المداح، ان انت طول ما انت مستعين بربنا هتقدر على اي حاجة حواليك. ودي كانت حلقتنا يا صديقي عن مسلسل المداح. متنساش تعمل اللايك والسبسكرايب وتكتب لي رأيك في الكومنتات. سلام.